لو انت من الناس اللي فاكر ان مشاكلك نادرة ومعقدة لدرجة انك فاكر نفسك الوحيد اللي في كوكب الارض اللي عايشها ومقتنع ان حلها مستحيل، فالفيديو ده معمول ليك. شرح الفصل الثالث من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون، فلو قهوتك في ايدك ركز علشان اللي جاي هيفيدك. اهلا بيك يا صديقي في ادرينك في حيث القهوة والكتاب وتغيير الذات. معاك اخوك احمد رجب، وفكرة القناة اننا بنجيب كتاب نقراه ونتعلم منه، فلو عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. في الفصل ده يا صديقي المتابع مارك مانسون اتكلم عن موضوع تقيل كلنا تقريبا عايشينه، وانا متأكد انك زيي. في حياتك النوعية ديت من الناس اللي بجد يخلوا الواحد يكره كلمة ايجابية. مارك مثل النوع ده بصاحب له اسمه جيمي، وطبعا ده اسمه مستعار مش الاسم الحقيقي للشخصية. المهم جيمي ده كان غرقان في الايجابية زيادة عن اللزوم. تسأله شغال ايه، هينزل عليك بمطر من الاجابات. مره هيقول لك مستشار لشركه كبيره، ومره هيقول لك انه مخترع تطبيق طبي خارق، ومره تانية هيقول لك ان المتحدث الرسمي في ايفنت عالمي، ويحسسك وانت قاعد معاه انه واحد من اعظم الشخصيات في العالم. بس تعالى بقى شوف الحقيقه، جيمي ده فاشل. ايوه يا صديقي المتابع، فاشل. كل اللي بيقول عليه قصص فاضيه، لا مشروع ناجح ولا فكره حتى شافت النور. بالعكس كان بيصرف على السهرات والبارات اكتر من اي مشروع. كان شخص متملق وطفيلي عايش على فلوس أهله وأصحابه، بيقنعهم بأفكار وهمية علشان ياخد منهم الفلوس ويعيش على قفاهم. والمصيبة مش هنا، المصيبة انه مقتنع انه ناجح، ولو حاولت تواجهه اول كلمة هتسمعها انت حقود وانت غيران مني وانت مش عايزني انجح. ولو دخلت معاه في نقاش، مبروك انت دخلت قائمة الناس اللي حقودين عليه واللي غيرانة منه. مارك بيقول لك يمكن جيمي وامثاله اتأثروا بجو الستينات لما طلع موضة تفكر بإيجابي بأي تمن. الفكرة إنك تقعد تقول لنفسك أنا موهوب وعبقري وناجح بغض النظر عن النتيجة وعن الحقيقة. شخص زي جيمي فاكر نفسه ناجح بنسبة 99.9 وهو في الحقيقة ولا أي حاجة. الفكرة هنا إن تطوير الذات الصح مش كده، مش إنك تضحك على نفسك بكلمتين، لأ. التطوير الصح إنك تبص لسلبياتك وتعترف بيها، تصلحها وتشتغل على نقاط ضعفك، ساعتها بس هتبقى إنسان ناجح بجد. إنما النوع اللي زي جيمي دول اللي بيملوا حياتنا بالعينات الطفيلية المزعجة، بس في الآخر الحقيقة هي اللي بتنتصر. ومهما جيمي عاش في وهمه، الواقع هيجي في يوم ويصفع على وشه وهيقول له أنت لا ناجح ولا أي حاجة. علشان كده خدها نصيحة من أخوك، اوعى تكون زي جيمي، واوعى تضحك على نفسك وتعيش فيلم بطولة من دماغك وانت على الأرض، لا بطل ولا حتى كومبارس. بص يا صديقي المتابع، مارك بيقولك في الفصل ده اوعى تعتقد انك انسان استثنائي ما بيغلطش وما بيتعثرش وكل تجاربه ناجحة وما عندوش سلبيات. اوعى يا صديقي المتابع. مارك هنا اتكلم عن موضوع الاستثنائية بشكل جميل جدا. قالك ان الاستثنائية ديت ليها حدين. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى متطرف في الاستثنائية لدرجة انك تبقى زي جيمي، شايف نفسك فوق العالم واحسن من الناس وانضف واحد وما عندكش عيوب. النوع ده من الناس مش شايف مشاكله او بينكرها. وطبعا طول ما انت منكر مشاكلك وسلبياتك عمرك ما هتعرف تحلها ولا هتطور من نفسك. وده اتفقنا عليه في الحلقة اللي فاتت، اتمنى انك تروح تشوفها لانها بجد مهمة جدا وهتفيدك قوي. طيب النوع التاني بقى من الاستثنائية اللي عجبني جدا وعطاني منظور جديد. مارك بيقول لك ممكن تبقى استثنائي بس في الاتجاه العكس. ازاي؟ يعني بدل ما تشوف نفسك فوق العالم زي جيمي، لا انت هتشوف نفسك اقل من العالم كله. تبدأ تقول انا المظلوم الوحيد، انا اللي حياتي معقدة ومليانة مشاكل ومحدش مر بيها، انا اللي مهما حاولت مش بنجح، حتى حياتي مش زي فلان ولا علان. وتبص لنجاحات غيرك وتقول علشان ما عندهمش المشاكل اللي عندي. المنظور ده زي جيمي بس بالعكس. اوعى تعتقد نفسك لا بالطريقة الجيمية ولا بالطريقة التانية. اعترف بمشاكلك واعترف بجوانبك السلبية، واعرف انك انسان طبيعي وعادي، لان في ناس كتيرة عاشت نفس المعاناة اللي انت عايشها بل وتخطوها كمان. انا متأكد انك مش زي جيمي يا صديقي المتابع، بس اوقات كتيرة من كتر المشاكل بنعيش في الاتجاه التاني من الاستثنائي، واللي هو اخطر بكتير. ليه؟ لانه بيخلينا نميل للاستسلام ومبنحاولش نحل مشاكلنا. افتكر دايما ان لكل مشكلة حل، ومشاكلك مش استثنائية زي ما انت فاكر، والمعاناة موجودة عند الكل وكلنا بنتخطاها. بعد كده مارك دخل يتكلم في نقطة مهمة جدا. احنا عايشين في عصر السوشيال ميديا اللي بتمطر علينا برسائل عن الاستثنائية. تفتح موبايلك تلاقي المشاهير والأغنياء ورجال الأعمال، الناس اللي باين عليهم فعلا استثنائيين، فتبدأ تقتنع انك لو مش استثنائي تبقى فاشل. وده منظور خاطئ جدا، لان الطبيعي انك تبقى انسان عادي، وده مش معناه انك فاشل. لما قرأت الكلام ده يا صديقي قلت الله، مع ان ده اصلا المفروض الطبيعي، بس بصراحة عجبني جدا لدرجة اني اكتشفت ان كنت فعلا متأثر بمنظور الاستثنائية دي، وبدأت اصدق ان دي الغاية اللي لازم اوصلها. مارك بيقولك ان من حق اي انسان انه يكون استثنائي بس في مجال او اتنين بالكتير. مستحيل تبقى استثنائي في كل المجالات.
خلاصة يا صديقي المتابع، لو بقيت استثنائي في حاجة معينة يا أهلا وسهلا، ما بقتش عادي جدا، أنت إنسان طبيعي وده مش معناه إنك فاشل. بتحداك تقول لي قلت كام مرة استثنائية، لأن بصراحة مش لاقي أي كلمة بديلة لكلمة استثنائية دي. حاول تستثنى كل الكلمات الاستثنائية اللي أنا استثنيتها في هذا الاستثناء. ملخص الكلام ده يا صديقي، اوعى تكون زي جيمي اللي بينكر مشاكله وسلبياته. واوعى طبعا تبقى العكس، شايف نفسك مظلوم ومشاكلك ملهاش حل. لا فوق العالم ولا تحت العالم، انت انسان طبيعي، مشاكلك طبيعية ومعاناتك موجودة عند غيرك. ما تخليش السوشيال ميديا تقنعك انك لو ما كنتش استثنائي هتبقى فاشل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفصل الثالث من كتاب فن اللامبالاة. ولو شايف الكلام ده مفيد شاركه مع حد ممكن يستفيد. ولو عايز تشوف الحلقات الجاية والحلقات اللي فاتت تابعني وحط لايك علشان الفيديو ده ينتشر لأكبر عدد من الناس. وشكرا جدا لوقتك الذي لا يقدر بثمن. أشوفك في الفصل الجاي بإذن الله، والسلام عليكم.